السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومعاكم فيديو جديد من قناتي قناة دينا ريان. قبل ما نبتدي الفيديو اشتركوا في قناتي عشان الصورة تكبر بيكم. قناتي عبارة عن روتينات وميزانيات اقتصادية وفلوجات واكلات موفرة جدا جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو. نقول بسم الله. النهاردة بقى يوم ما كنت عند ماما. يوم بصراحة من أوله كده كان من المذبح يعتبر. ماما كانت جايبه لنا بقى الحاجات اللي هي بتاعت المذبح دي عشان ايه؟ تعمل لنا أحلى مصمت يعني. فزي ما انتم شايفين كده ممبار ودوت تقريبا دي لحمة راس. وكانت جايبة فشة كبيرة، دي فشة وتاني اللهم صل على محمد. كانت جايبة فشة وكرشة ولحمة راس وممبار والكوارع. ما شاء الله اللهم بارك، يعني حاجات كنا جايبينها صبحة في نفس اليوم من سوق الجمعة عندنا واللي انا صورت لكم فيها قبل كده. ده الزور اللي هو بيبقى تبع الفشه كده، بيبقى حته واحده وجنبه كده الكرشه. طبعا انا الكلام ده كله مش بيحبني خالص. كل اللي باكله الكوارع والممبار بس، ولا لحمه راس ولا كرشه ولا فشه ولا الحوارات دي كلها خالص. انا والله حتى انا بصور لكم وعايزه امسك لكم الحاجه اوريكم شكلها، بس انا يعني خلصت تصوير وغسلت ايدي بسرعه، لان انا ما الحاجه دي مش بتحبني خالص، ما بحبش ان انا اتعامل معاها. تمام. انا اخري كده الكوارع اللي عملتها معاكم قبل كده، بس الكوارع دي جملي اللي انا عملتها قبل كده معاكم كانت بقري. بس دي حبيتها ودي حبيتها الصراحه. انا كنت بحب الجملي بس لان ماما كانت على طول بتعملها لنا، فبدات اعمل البقري بصراحه. يعني مؤخرا بدات ان انا اكل منها الحمد لله. زي ما انتم شايفين كده الحتت اللي هي القرايش دي بقى بتبقى جميله جدا جدا. الرجل طبعا متقطعه، وانت بقى بتكملي تقطيع عليها. هو الراجل بيديهالك متقطعه كده، وانت بتبداي ان انت تكملي تقطيع بالسكينه. الحاجات دي الكوارع كانت مجمده في الفريزر ففكيناها قبلها بيوم، والحاجات التانية دي جايبينها صبحه في نفس اليوم اللي هو يوم الجمعه. هي الرجل هي جاهزه معانا. هي بس كده ماما نقعتها شويه بميه وخل وملح. تمام. وبعد كده هنشطفها دلوقتي بقى ونبدا نحط ميتها على البوتاجاز، وبالسكينه هنبدا نقطع الحتت دي كلها. كل قطعة تبقى كده مستقلة بذاتها يعني. دي رجلين جمل مش رجل واحدة. تمام. وتاني اللهم صل على محمد. واحلى حاجة عندهم ان الممبار بيتباع نظيف. انا عندي بجيب الممبار مش نظيف، انا بنضفه في البيت. بس ما شاء الله اللهم بارك، بصوا ابيض ازاي. فالمهم بقى الممبار هنا ماما بدأت عملت الخلطة. بصراحة ما لحقتش ان انا اصورها وبتعمل خلطة الممبار. احنا عندنا بنعمل الخلطة خلطة الممبار مش زي المحشي، مش بنخدع له كده، لا بنعمل القوطة خشنة. بصراحة كسلنا نقطع وقلنا يا ماما نحطها في الكبة وهتبقى خشنة برضو ومدينا نفس النتيجة. بس كده. والخضرة كل حاجة نفس خلطة المحشي، بس بدل ما هي متخدعة لها على البوتاجاز هي عاملاها زي ني في ني كده. اللهم صل على سيدنا محمد. وبدأنا كده. ماما هي اللي كانت بتحشي، فقلت لها انا اصورك وانت بتحشي، بس انا مسرعه بصراحه الفيديو. بتعملها بطريقه حلوه قوي ما شاء الله، بتبقى سريعه في الحشو. فصورتها كده بتعمل كام واحده وقلت اوريكم طريقتها. في ناس بتعمل بالقمع والكلام ده، بس القمع بصراحه يعني يزهقك عقبال ما تخلصي الكميه بتاعتك. دي شوربه الكوارع، فضيناها كده في حله عشان هنعمل منها الفته. والكوارع كده سيبناها في حله لوحدها، خرجناها من الشوربه بتاعتها. بصوا عايزه اقول لكم كل حاجه كشت جدا، كشت النص. يعني الكوارع المفروض اصلا ما بتكشش. بصوا الكميه اللي انا كنت موريكم من شويه. بصوا بعد ما استوت بقت عامله ازاي. والممبار بقى كان حكايه حكايه بمعنى الكلمه. خفيف جدا جدا ومستوي قوي. مستوي قوي مخلي بقى طعمه جميل قوي. يسلم ايديها بجد، كان اكل زي العسل. عقبال كل مره يا حاجه. عقبال كل مره، يعني خلي بالك ان في مرات تانية. ربنا يديك الصحه وطول العمر يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بقى بتسلق الممبار. الاكلات دي بقى عايزه اقول لكم من الاكلات اللي هي الشتوي اللي بتدفي جدا. الاكله دي ما تنفعش في الصيف خالص. عملتها قبل كده في الصيف بعد عنكم يعني. كناش قادرين. كلناها بجد وتعبنا جدا من ان هي تقيله. فاللهم صل على سيدنا محمد. هنا بقى هنعمل فته عشان الكوارع. الصلصه متسبكه اهي، عملناها طبعا بتوم وخل وكده. انا بصراحه ما عملتش حاجه في الليله دي لان كنتش قادره اقف من الريحه بتاعه الفشه والكرشه والحاجات دي. فامي ربنا يديها الصحه طول العمر واختي وقفوا بقى عملوا الكلام ده.
يعني وقفنا اكتر واحده مع ماما بتحب الكلام ده عشان تعرف تتعايش مع المطبخ واللي فيه. تمام كده. فهي عملت الممبار، كان احلى حاجه في الكلام ده كله، والممبار بصراحه كان جميل جدا وخفيف قوي، الجلده بتاعته خفيفه. وكمان بقى الرز بتاعه كان مطعم، اللي هو بيتعمل ني في ني ده بحسه اخف كتير من اللي هو متسبك له زي المحشي. بس احنا عندنا هنا في البيت بنعمله زي المحشي لان هما بيحبوا كده. فزي ما انتم شايفين كده اتسلق، وهنسيبه بقى يهدى خالص عشان نبدأ ان احنا نحمره. وبعد كده وهنشوف بقى بقية الحاجة، هما دلوقتي هيتحمر. والكرشة والحاجات دي ولحمة الراس الكلام ده، اختي بصراحة حبت تعملها ببصل وتحط لها كده معلقتين من الصلصة بتاعة الفتة، وظبطت الدنيا بقى لان الحاجات دي هما بيحبوها ابتكروا فيها يعني براحتهم. والفشة يعملوها بقى بشوية فلفل اسمر وكده ويشوحوها بعد ما يقطعوها صغير. وايه تاني، والكرشة نفس الكلام، كل واحدة كده في حاجة في طاسة ويعملوها. وبعد كده هنبدأ نقدم الأكل معاكم دلوقتي ونشوف شكله عامل ازاي. ما شاء الله بصوا الممبار بعد ما اتحمر بيتكلم عن نفسه. عايزه اقول لكم الكرشه والفشه والحاجات دي كشت اقل من نص بمعنى الكلمه. الحاجه اللهم بارك كان شكلها كبير وحلو كده. اول طبعا ما خدت سلقه كده وبدانا ان احنا نطلعها، كشت والله يجي النص. يعني مش عارفه بقى الناس اللي بتبيع الحاجه دي بتبقى عارفه ان هي شاربه ميه، او هم اللي بيحطوا لها الميه ان هي تتنفخ كده. فيعني بجد هم يتحاسبوا على حاجه زي كده، لان الحاجه غاليه. حتى الحاجات دي بقت مكلفه جدا والله، الاكله دي مكلفه جدا. طبعا احنا بنجيب في بيوتنا وعارفين الاسعار. بس الحاجه والله كشت جدا. الكرشه دي عايزه اقول لكم 2 كيلو. تخيلوا الكرشه دي 2 كيلو، بصوا بشكلها عامل ازاي في الطاسه. والفشه دي كيلو، بصوا برضو قلت ازاي. والممبار بقى يعني ده احلى حاجه في الموضوع اللي ما كشش. اكتر حاجه ما كشتش في الكلام ده كله. دي بقى شوربه الكوارع كنا بنسخنها عشان نبدا نعمل الفته. دي لحمه الراس، معموله ببصل وكده وتوابل. بصوا انا بوريها لكم برجعها تاني في الطاسه. عشان تكره الحاجات دي ما بتحبنيش خالص. فانا حبيت ان اوريكم شكلها كده. بصوا هي ما شاء الله شكلها تفتح النفس، بس لو كانت لحمه حمراء كنت هاكلها كده حي ني يعني. بس انا ماليش في الكلام ده، اللي هي لحمه الراس. والصلصه خلاص كانت جاهزت معانا، وهنبدا نجهز الفته دلوقتي. بصراحه ما صورتلكوش الشكل النهائي، لان بصراحه بعد ما خلصنا كنا خلاص يعني الاكله محتاجه ان هي هجوم حتى النهايه. بصراحه كده خلاص. بعد ما خلصوا يلا بينا نشوف بقى الحاجات اللي جايبينها من ماي واي. جايبه كده حاجات بسيطه كنت محتاجاها الصراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه اللهلوبه. عايزه اقول لكم اللهلوبه دي جميله جدا جدا، اكيد غنيه عن التعريف. ناس كتير بصراحه بتشكر فيها، وانا كنت بجيبها كتير قوي، بس بقالي فتره كبيره خلصانه من عندي. لما لقيتها بصراحه كانت غاليه، كانت معديه 30 وحاجه و30، فما حبيتش الصراحه اجيبها لما ترخص. انا جايباها ب20 جنيه تقريبا، 19 حاجه كده. بحب اللي هي الخوخ دي على طول. كانت بتبقى اللهلوبه اللي هي الورد والفل والحاجات دي ارخص، والخوخ دي بتبقى غاليه. فانا بصراحه حبيت ان انا اجيب الخوخ لان بتبقى ريحتها حلوه قوي. استني نفتحها مع بعض. هتقولوا بتستعملوها في ايه؟ بصوا انا مدخلاها في كل حاجه، كل حاجه. يعني ممكن مواعين تدخل، بتخلي المواعين تلمع، البوتاجاز، الحوض، الحله بتاعت الحوض، والخلاطات والحاجات دي. في الحمام تغسلي بقى الحمام ده. ايه بصوا حته صغيره جدا جدا. بصوا هي المفروض بتبقى ماسكه نفسها، بس عشان الجو حر. بصوا ريحتها جميله، هي هبت اول ما فتحتها اصلا. تمام كده. وتحطي حته صغيره كده على السلكه بتاعتك او الليفه بتاعتك، وحوض الحمام، البوتاجاز. تحطي حته وتعملي بيها التلاجة، تخلي التلاجة تحفه جدا. وفي برده منتج كنت جايباه، استنى اوريكم برده بتاع التلاجة حلو قوي. ده اللي هو كلين، برضو حلو قوي. انا اصلا كنت جايباه للتلاجة، هو لسه فيه اصلا بتاع ماوي. كنت جايباه للتلاجة وكنت بلمع بيه البوتاجاز. عندي بوتاجاز ستانلس حلو قوي، بدل ما تعملي بالجلانس وكده عشان تلمعي بيه التلميعه الاخيره، كنت ببخ منه كام بخه كده على على سطح البوتاجاز، ولمعيه بفوطه ناشفه. عايزه اقول لك بيخلي البوتاجاز تحفه. حتى هو مكتوب عليه الثلاجات والميكروويف. انا برضو دوت عشان بيعقم التلاجة. فانا برضو لما اكون هعمل التلاجة على الناشف، بدل ما استعمل الخل كنت بحط منه كام رشه كده على الرف، والمع برضو حته ناشفه، بيخلي اي ريحه في التلاجة بتخرج، مبيبقاش فيها اي ريحه وحشه. فجميل جدا. كنت جايبه بحاجه ب20 جنيه من شهرين 3 كده، ولسه عندي حبه. وبصوا في حبه لسه. فلا بصراحه بيطول، وكمان ريحته حلوه قوي وزي معقم كده للحاجه، وبيلمعها برضو. تمام كده. واللي هلبة زي ما قلت لكم بحاجه و20، مش متذكره ان جايبه كذا حاجه مع بعض.
وجبت ده بصراحه اول مره اجربه من ماي واي. ده كريم كعب الغزال. انا كنت فاكراه كريم لونه احمر، هو طلع اللي هو زي دم الغزال كده ومكتوب عليه لون وردي. بصوا هو لونه احمر، هو في ماده. بصوا هو فتح عشان كنت بجربه، وريحته حلوه قوي زي لون الورد كده. ريحته زي ريحه الورد ريحته زي ريحه الورد، وهو اصلا لونه مش احمر قوي، لا هو ظاهر لكم زي بامبا كده شويه. تمام. ده برضو بحاجه وعشرين جنيه. ده برضو حلو قوي للكعب الرجل طبعا. طبعا تكوني منشفاها كويس، وبعد كده تبداي تحطيه بدل الكريم. انا بحب احط كريم في الشتاء، فقلت اجيب ده كبديل، وبنفس الوقت يعمل لون للرجل حلو قوي. بحب اوي لون البامبا ده اللي هو بيتحط بعد الباديكير للرجل، فعشان كده ما صدقت يعني حاجه زي كده شكلها حلو. وبرده حاجات ماي واي جميله بصراحه اهي. ده اسمه دم الغزال، او لا كريم كعب الغزال اهو شكله اللي حابب يجيبه. ده بحاجه وعشرين الشهر ده. وجبت طبعا الكريم ده وما استغناش عنه خالص. جبته برضو الشتا اللي فات، قعد معايا طول الشتاء. طبعا بستعمله لوشي، بستعمله لايدي، بستعمله لرجلي. جميل جدا مرطب، وريحه جوز الهند فيه واضحه قوي، واضحه جدا فيه. يعني انت بتدهنيه في ايدك وفي وشك كده، تحسي ان انت ريحتك كلها جوز هند. وجميل جدا، هو اصلا مش متماسك، الكريم بتاعه مش متماسك. هوريكم شكله، هو سايل. بصوا انا فتحته اهو. هو بصوا سايل ازاي، مش زي الكريمات ماسك نفسه، لا ريحه جوز الهند فيه جامده جدا، فواحه قوي بجد. انت اول ما بتحطيه اصلا بتحسي ان ريحتك كلها جوز هند. ده برضو بخمسة وعشرين 26 حاجه كده، بس بصراحه جميل جدا وبيقعد معايا طول الشتاء. يعني بيكفيني وبفضل استعمله يومي، يعتبر يوميا، شبه يوميا، ايدي ورجلي ووشي. بس وبعد طبعا ما تستحمي كده واخر روقان، بعد كده بتحطي بقى منه، بيبقى جميل جدا. جبت طبعا زبدة الكاكاو. جبنا بقى حاجات الشتا لازم لازم الحاجات بتاعت الشتا تبقى جاهزة معانا. كريمات بقى زبدة الكاكاو، يعني مزيلاتك وحاجاتك. بصوا انا جايبه اللون ده، انا كنت اصلا طالباه جوز هند اللي هو الشفاف، جالي ده بالفراوله. طبعا ده انا بحطه قبل ما انام، مش هحطه وانا خارجه حتى لو ليه اثار يعني، فهبدا ان انا امسحه قبل ما انزل. طبعا هو عامل زي لون الوردي كده، لون البينك، بيبقى على الشفايف لونه خفيف، مش نفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس طبعا همسحه لو ليه اي اثار. ريحته تحفه جدا، احسن من اللي هو اللون اللي احنا بنجيبه من الصيدليه. جايباه ب10. بس حلو قوي، طعمه ناعم جدا، ناعم جدا جدا وطري، مش رخم كده بيسيح بالعافيه، لا طري جدا وناعم الملمس بتاعه اهو. برضو مايوي. خلاص خلصنا الحاجات للبشره والكلام ده ندخل بقى على الاكلات بتاعته. جبت الخلطه دي بقالي كتير قوي برضو ما جبتهاش من ماي واي. حبيت كده اجيبها واحطها على اللي انا بعمله. انا قبل كده ان انا بطحن المخبوزات اللي عندي الفاضله، وبحمصها وبفرمها في الكبه، وبعد كده ببهرها بالبهارات بتاعتي بقى اللي انت عايزاها. فالمهم قلت اجيبه واحط عليه، يعني احط على البقسماط والحاجات دي، بيدي طعم حلو جدا. ومنك بتكتريه، ومنك برضو بتديله النكهه بتاعه الفيجيتار ده، لانه تحفه جدا وبيطلع الحاجه مقرمشه قوي، ويعني عامله زي حاجات كنتاكي كده. تمام كده، فحلو قوي. ده برضو جايباه ب19. ده بيبقى 350 جرام، يعني مش محصل نص كيلو. تمام كده. مقطع التركيبه مطوره، شفتوا مفيش احسن من كده خلطه المقرمش للدجاج واللحوم والخضار، فجميله جدا. انا دوت ممكن مش هفتحه طبعا الا لما اعمل الوصفه بتاعتي او اللي هي الخلطه بتاعتي، وابدا احط مثلا نص الكميه عليها واشيلها في التلاجة. وهبدا ان انا مثلا طبعا مش هخلصها معايا على طول، لان انا مش هحط نفس الكميه كلها، لا انا هبدا اخد كميه قليله على الكميه بتاعتي. دي بقى بصراحه اول مره اجربها، بس يعني الشكر اللي فيها كتير، اللي هي خلطه البشاميل بالجبنه. دي بصراحه سمعت عنها في حاجات ماجي وكنور والحاجات دي، بس بصراحه ما جربتهاش، فسمعت ان هي حلوه يعني، فقلت اجربها لما لقيتها في ماي واي وسعرها حلو ب10 جنيه. دي بتتعمل على مره واحده، يعني على صينيه واحده. تمام. برضه هنجربها مع بعض، يعني هنروح من بعض فين هنجربها مع بعض وهنشوف برضه يعني ان هي حلوه في طعم ولا لا. تمام كده. الواحد بيطور من الاكل يعني عشان الواحد ما يزهقش. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم تشتركوا لايك والاشتراك في القناه. بحبكم قوي في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.